اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل والهنا والوردة والياسمين على أحلى عيون ناس في الدنيا دي كلها. جايلنا النهاردة بإيه؟ جايبالنا دقيق وخميرة وحاطة ملح. هتعمل ايه؟ عامل لكم أحلى شوية عيش في فرن البوتاجاز. لا انت تقفوا على طابور عيش ولا انت تحملي هم عايزة تعملي حاجة ما عنديش عيش. انسي بقى. هجيبلك طريقة سهلة وبسيطة. كيلو، يعني دول مش مكملين كيلو ونص دقيق، وهتشوفي الكمية اللي هتطلعها معانا. ما بنغلبش وما بنسكتش. حبة عيش 10/10. بصراحة النتيجة عجباني جدا 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 جدا. بصراحة أحسن من أي حاجة. بصراحة شابو. النتيجة حلوة، عجباني. الطريقة حلوة. حبة مية وحبة دقيق وحبة خميرة وذرة ملح. ايه المشكلة يعني؟ ما اخترعناش يعني ولا عملنا حاجة، ولا نقف بالساعات في الطوابير ولا نعمل اي حاجة. احلى واجمل عجينة هنعملها واحنا قاعدين في بيتنا، ولا خارجين ولا رايحين ولا جايين. تعالوا نسموا بالله. بس قبل ما نبدأ متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والطريقة تحفة. معانا كيلو ونص دقيق ما يكملش أصلا، ذرة ملح، كيس خميرة من أبو 2 جنيه، كيلو ونص اللي يعجبك. امسكي بقى انت متغاظة من ولادك، من عيالك، من جوزك، من اي حاجة، المهم تعجنها كويس. الحيتين ما شفتوا ايديا كده، انا ما حطيتش ميه بعدها. اللي انا شلته دي كانت عفراي، لان انا كنت بصراحة خدت المعاية يعني ونزلت على الارض، فتقريبا وانا بسند بقوم ولا حاجة دي جت في ايدي، عشان محدش يقول ده حاجة وحشة يعني. ده عجين يعني مش حاجة. شايفين ايديا عاملة ازاي؟ ايديا نطفانه كده، انا ما غسلتش ايدي ولا حاجه. طول ما انت بتعجني في العجين وايدك ووعيتك نظيفه تعرفي ان نتيجتك هتطلع هايل. حاولت اعجن فيها بتاع 10 دقايق ربع ساعه كده، عشان ملمس العجينه يبقى معايا طري وجميل. كل ما بتعجنيها وملمسها بيبقى طري وجميل بتديكي نتيجه حلوه ونتيجه مضمونه. غير ما انت مثلا تعجني حبه بساط وتسيبيها، لا، النتيجة معاكي ما بتبقاش حلوة. سبتها اختمرت لان هي طبعا فيها خميرة والجو حر، ما خدتش بتاع نص ساعة. وتعالوا نقطعها مع بعض. هنقطعها يعني ايه، اقل من الاستفندية بشوية. هنقطع خلينا متفقين اقل من الاستفندية بشوية. يعني لو عايزة كبير كبري عادي براحتك، دي حاجة ترجع لك انت. بس احنا دايما بنقول ايه، خير الامور الوسط. لا عايزينه كبير قوي ولا عايزينه صغير قوي. هو ما فيش اللي يجي 5 6 كده. في الاخر انا اللي عملتهم صغيرين. ابني اللي قال لي انا عاوز يعني عيش مدور بس صغير، قلت له حاضر. فعملت له بتاعي 5 6 بس جم في الاخر، لكن انا عامله العيش مظبوط معايا بطريقة. ممكن تحشيه، يعني ممكن تعملي بقى بعد ما نخبزه ونخلصه تحشيه بطاطس، طعمية سخنة، اللي يعجبك. ممكن تعملي نفس العجينة ديت وتحشيه حواوشي، بيبقى عيش بحواوشي، اللي يعجبك. احنا بنديك، يعني انا بديكي مثلا الطريقة او الفكرة واحنا بنتعلم من بعض. واعملي اللي انت عايزاه واللي انت شايفه مناسب ليكي ولعيالك اعمليه. ممكن انا عامله كيلو دقيق اعمله نص كيلو على قدك انت وجوزك مثلا، ولو كنت فرد او كده وما لقيتيش مثلا فرن العيش شغال كده، يعني مش هنقف. مش هنقول لا احنا طالما ما جبناش عيش النهارده مش هناكل، لا طبعا ما ينفع. او نقضيها رز او مكرونه، وبالذات في ناس بتحبش الرز والمكرونه كتير. لا انا جبت لك الوصفه خفيفه وجميله وجربيها، صدقيني والله ما هتسليها. انا عن نفسي انا لما بكون مثلا عامله باميه، عامله ملوخيه، احنا بناكل الحاجات دي بعيش. انا بحب العيش اعمله كده، بحب اعمل شويه عيش كده ما بيخرجش مني حاجه. اول حاجه، تاني حاجه انا مشاهده دقيقي ومنضفه حتتي اهو. بس تعالوا بقى نشوف الايه التجربه، وانه هنقول هتعجبنا ولا مش هتعجبنا، هنجرب ولا مش هنجرب. دي حاجه ترجع لك ودي حاجه معاك اهو. هنقطع بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده،
ونرجع مع بعض تاني ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بس ان شاء الله ان شاء الله النتيجة تعجبك وتجربيها وتقولي لي في الكومنتات ايه رأيك. اتفقنا يا بطة انت وهي؟ ويا سلام بقى لو بنوتة جديدة لسه ايه متجوزة وعايزة بقى تبين لحماتها الشطارة كده والحلاوة، ولا لجوزها بقى شوف انا بعرف اعمل عيش. مش اي حد طبعا بيعمل العيش. لو بنوتة بقى كده لسه ايه متدلعة كده ومفاجئة مامتك ولا حماتك ولا اهل جوزك ولا باباكي وهو نص كيلو دقيق او كيلو دقيق، وامسكي عجيني كويس وظبطي وتعالوا بقى نشوف ايه هنعمل ايه تاني. بصي انا يعني دي دبان، انا عندي المكنة، يعني هي المكنة دي عندي مش عندك، زي ما انا بعمل بطاطا على ايدك وخلاص، بس هي عشان انا عندي بحب ايه اسهل بقى الموضوع، بدل ما اقعد افرد كتير لا بفرده نص فردة بس والمكنة بتفرد لي بقيته. فاهميني قصدي؟ شايفين ما شاء الله حجم الرغيف قد ايه؟ شايفين ما شاء الله اهو كده حطيته في الفرن عادي، بس هدي النار من تحت على الصاجة على طول. وانا معايا هنا صينية اهيت، شايفين اللي مكفية دي صينية يا رب يشمع نفسه من تحت كده، بحس ان النار يعني عيلت مع احمر ارضيته احمرت، فبقوم رايحة ايه مطلعاه بقى فوق ياخد بقية الايه الحمار، لان لو سبت تحت هينشف منك ومش هيقب كله وهيبقى ناشف، مش هيبقى طري. لكن كده احنا يا دوب بس بنديله لون من تحت ويشمع نفسه زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين بقى القبابان بتاعه؟ شايفين بقى اهو. تمسكي بقى تقلبيه كل شويه عشان ما فيش حته تتحرق وحته تحمر وحته ما تحمرش، لا تفضلي ماسكه بقى على طول كده ايه ايدك فيه. هفضل اعمل كده بقى لما الكميه كلها تخلص معايا. على فكره انا بحطه في الفرن بايدي اهي بتنيه اهو، بس بقى مش بقوم ماسكاه على ايدي وبقوم حاطاه في الفرن عادي كده. انا بشوفها الاقيها اللقمه لسه ما احمرتش فبلفها بس بحيث ان الحته اللي ما احمرتش تروح يمة النار تحمر. عايزه تبططي على رده بططي، بس انا قلت اما يعني اما اعمله على دقيق عشان ممكن في ناس تقول لك ايه هي مبططه على رده يبقى ما ينفعش، لا انا مبططه معاكم على دقيق اهو. بس الدقيق بيخلي العجينه ايه بيضه شويه، لكن هو ما بيعملش اي حاجه. لكن العجينه بتبقى يعني ايه الوش ابيض شويه. شايفين بقى هنا طلعت اهوت بس سخن بقى مش قادره امسكه اهو. يعني الحته اللي بلاقيها لسه يعني ما قابتش قوي بزقها يمة النار وبعمل واحد تاني. انت بقى لو حد معاكي مش هياخد وقت، حد هيبطط لك وانت تقعدي تخبزيهم على طول فمش هياخدوا معاكي وقت خالص. شايفين اهو. فانا ببطط نص التبطيطه اللي انا بوريها لكم ديت والنص التاني بعمله على المكنه. انت بقى ما عندكيش المكنه بططيه كامل على ايدك مش هيعمل حاجه. شايفين انا هشيل دي احطه فوق عشان يحمر وهنرجع ايه اهو. دي الحته دي التانية بفردها عادي بايدي ولا بعمل اي حاجه، مجرد اصلا انك بتحطيه بقى من فوق فبيقوم قايم على طول زي ما انتوا شايفين كده. مجرد ان انت بتشيليه من تحت تحطيه فوق فبيقوم قايم الرفع معاك على طول، ما بيستناش وقت. واحده بقى ورا واحده بتخلصوهم على طول، ما بياخدوش منك وقت اصلا، لان هي الحكايه مش مستاهله. ده هو كيلو دقيق او كيلو وربع دقيق او 2 كيلو دقيق، ولو معاكي حد هيساعدك فيهم مش هياخدوا منك 10 دقايق، ما خدوش مني اصلا بتاع ربع ساعه. يعني انا قاعده اعمل، انا اللي قاعده بعمل يعني هنا وهنا ما خدوش منه ربع ساعه. فلو انت قاعده بقى كمان بتشتغلي يعني حد بيساعدك اكيد طبعا مش هياخدوا معاكي وقت خالص. شايفين هنا المدرج، احنا بنقول عليه مدرج وفي ناس بتقول علينا الشاب، طبعا ما انت بتحبي تقولي قولي اهو. بشده كده بيطلع العيش زي الفل. انا عاملاه رقيق شويه مش عاملاه تخين، بحيث ان هو لو فاض رغيف ولا فاض حاجه معايا فما يبوش مني، لان الجو حر ممكن يبوظ بسرعه. ممكن تعملي كميه وتعينها في الفريزر عادي، ترصيه بس اما يبرد خالص ترصيه وتحطيه في الفريزر عادي. شايفين بقى الحمر هنا اهو، بس انا مش طايقه امسكه لان هو سخن قوي.
هفضل بقى اعمل واحدة ورا واحدة كده اهو. شايفين انا بقت باخد نصه على ايدي وبقوم رايحة حاطاه في الفرن على طول اهو كده. انا بقى خلصت الكمية اهي، شايفين عاملة ازاي؟ مفيش بقى الا الحبة اللي هم الصغيرين اللي انا قلت لكم عليهم في الاول، اللي ابني قال لي انا عاوز مدور فعملت له، لكن هو انا عاملاه كله يعني مطول كده شوية اهو. مفيش بقى الا هم يعني ايه يجي كام واحدة كده، بس ابني اللي قال لي ايه اعمليهم اهو. شايفين ده بقى ممكن تحشي سندوتشات لولادك، فول، طعمية، بطاطس، جبنة، اللي يعجبك واللي انت بترتاحي فيه تعملي اهو. شايفين بقى هنا اهو، دول بقى عشان كنتوا ايه بقول لكم الحبة اللي هم دول، فعشان كده الصينية واخدة كذا واحد. ايه رأيكم بقى؟ قومي يلا شجعي انت وهي واعملي لك شوية دقيق، كيلو دقيق، وهاتيه وجربي وقولي لي ايه رأيك. بياخدش وقت، مش تكلفة خالص، حاجة عاملاها ببيتي حلوة، مفيش بعد كده بصراحة. قومي يلا جربي وقولي لي ايه رأيك في الكومنت. شايفين منظره اصلا؟ الكاميرا ظالمة اللون فعلا، الكاميرا بتظلم الحاجة بتبقى شكلها حاجة تانية قدامك، تيجي في التصوير تصوري او تعرضي يعني او تعمليها تقولي ده الحاجة مش حلوة خالص. بالعكس الحاجة شكلها جميل والحاجة طالعة جميلة وشكلها حلو وتفتح النفس، بس للأسف الكاميرا مش عارفة بتظلم الحاجة ليه. ايه رأيكم بقى اهو؟ شايفين يعني ده كان احمر احمر حمره حلو قوي مش ابيض كده، بس مش عارف الكاميرا بتطلع حاجة والعيش بيبقى حاجة تانية خالص. ايه رأيكم بقى؟ بس ما اللي اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وكده بقى نقول لكم ايه، لا تعال ندوق العيش الاول، تعال ندوق العيش حتى ينفع ما ندوقش معاكم. شايفين اللقمة بتتقطع معايا بسهولة ازاي؟ انا هدي اللقمة ديت اهو، وده انا هاكلها. يا سلام بقى على ايه، حتة جبنة، اي حاجة كده من اللي بتتاكل بالغموس سخن كده، عايزة عيش سخن. ادا العيش السخن عملناه في البيت بطريقة جميلة. وكده اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.